السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جريد فور؟ أنا دكتورة هند وحيد، إن شاء الله معاكم في قناة حكايات علوم. هنشرح مع بعض مادة جديدة وهي الساينس، وهنشرح مع بعض النهاردة الفيرست ليسون. إن شاء الله بعد ما نخلصه ما يكونش عندكم أي مشكلة لا في مذاكرته ولا في الحل عليه. وعلشان نكون فاهمين ساينس كويس لازم نقدر نفرق بين حاجتين: living organisms و non-living things. living organisms زي ايه؟ اللي هي الكائنات الحية. زي ايه؟ زي اللايون، الدوجز، الكاتس. لكن ال non-living things زي البوكس، الchairs والcars. living organisms can eat, can move, can drink, can breathe, can reproduce, get new individual. طيب أنا بشرح كل ده ليه؟ علشان أعرف إن living organism can adapt. يعني إيه can adapt؟ يعني بتعمل adaptation مع environment اللي موجودة حواليها. زي مثلا لو أنا موجودة في hot temperature هعمل إيه؟ هفتح ال air condition اللي هو التكييف. علشان إيه؟ علشان أعمل adaptation مع ال hot temperature اللي أنا موجودة فيها. طيب لو النهاردة الجو برد جدا موجودة في cold temperature هعمل إيه؟ مامي هتقولك البس الجاكيت بتاعك. علشان إيه برضو؟ علشان أعمل adaptation مع ال cold temperature اللي أنا موجودة فيها. ده بالنسبة للهيومن إن هو يقدر يعمل adaptation مع ال environment اللي موجودة حواليه. هل الأنيمال يقدر يعمل كده؟ أيوة طبعا يقدر يعمل adaptation هو كمان. زي مثلا الدوج لو موجود في hot temperature يروح يدور على أي shaded area عشان يستخبى فيها من حرارة الصن ال hot temperature. وكمان البلانتس برضو تقدر تعمل adaptation لكن بطريقة معينة هنعرفها كمان شوية. هل بقى non-living things تقدر تعمل adaptation؟ أكيد لأ. فعلشان كده كان لازم في أول الليسون بتاعنا نفرق بين living organisms and non-living things. لازم نكون عارفين إن في شوية factors بتأثر على حياة الكائن الحي في الانفايرومنت بتاعته. أول حاجة ال amount of water، كمية الوتر اللي موجودة في الانفايرومنت تكون مناسبة للكائن الحي، أو على الأقل يقدر يوصل ليها، يعني يقدر يبحث عنها لحد ما يوصل لها. تاني حاجة لازم يكون كمية الفود اللي متوفرة في البيئة مناسبة للكائن الحي. وكذلك تالت حاجة لازم يكون في شيلتر الكائن الحي يقدر يحمي نفسه فيه من الخطر ومن الهوت تمبريتشر، أو يكون في شيلتر يقدر يتدفى فيه برضو من الكول تمبريتشر. وزي ما قلنا من شوية إن الهوت and cold temperature بيأثروا على الليفينج أورجانيزم في البيئة بتاعتهم. زي ما قلنا من شوية إن لو في الهوت temperature هتبدأ تلبس light clothes أو تشرب مية كتير drink water. لكن لو cold temperature لا هتبدأ تلبس إيه heavy clothes وكذلك. وشوية شوية بقى الكائنات الحية بتبدأ تعمل adaptation علشان تتأقلم مع الظروف اللي موجودة في البيئة بتاعتها علشان تقدر تعيش. يبقى لازم الكائن الحي يعمل adaptation علشان يقاوم الظروف القاسية اللي موجودة في المناخ بتاعه أو في البيئة بتاعته. زينا احنا كده كهيومن لما بتكون الهوت temperature بنبدأ نلبس light clothes، لكن لو cold temperature بنلبس heavy clothes. لكن الكائنات الحية زي الانيمال مش هتقدر تلبس ايه heavy clothes أو light clothes في الظروف المناخية سواء في الهوت temperature أو في الكول temperature. طيب هم هيعملوا ايه؟ هيتصرفوا ازاي في الهوت temperature والكول temperature؟ كل كائن حي ليه ميزة معينة أو بيتأقلم بطريقة معينة مع الانفايرومنت بتاعته. خلونا ناخد شوية examples على الادابتيشن بتاعت الانيمال. أول مثال معانا أو الإكزامبل معانا اللي هو الكامل body. camel's body بيقولك covered with a special hair skin. يعني إيه special hair skin؟ يعني السكين بتاع الكامل متغطي بسبيشال hair، يعني عنده شعر على جسمه على السكين بتاعه. علشان إيه؟ علشان يعمل adaptation مع الهوت temperature. طب give reason اللي بيعمل adaptation to protect itself from the hot weather in desert، علشان يحمي نفسه من الهوت temperature. يبقى هي دي الطريقة اللي بيتكيف فيها مع الهوت temperature. يبقى هو مش هيلبس light clothes زينا، لا هو ربنا خلق له special hair skin. علشان ايه؟ give reason يعني ليه؟ علشان to protect itself from ايه؟ from the hot temperature. يبقى لما أقولك الكامل عنده
special hair skin، وأقول لك give reason تجاوب تقولي علشان إيه. give reason يبقى ليه. to protect itself from the hot weather and desert. هل الأنيمال لوحدها هي اللي بتعمل adaptation؟ قلنا لأ، كمان البلانتس برضو بتعمل adaptation زي البالم تري. البالم تري ده موجودة برضو فين؟ موجودة في الديزرت. الديزرت دي أوقات بيبقى فيها strong winds، رياح شديدة جدا لدرجة إن في بعض النباتات مش بتقدر تقاوم الرياح دي فبتقع من شدة الرياح. لكن البالم تري دي ربنا خلق لها strong trunk، عندها strong trunk عشان يحميها، علشان يخليها تقاوم السترونج winds اللي موجودة في الصحراء دي. يبقى البالم تري عندها have strong trunk to help them resist the strong winds in desert. يبقى لازم نركز ان البالم تري عندها strong trunk، ده بيخليها تعمل adaptation في الديزرت. هل strong trunk ده علشان يحميها من الهوت temperature؟ لا، ده علشان يحميها أو يخليها تقاوم resist the strong winds in desert. يبقى الكامل عنده special hair skin، لكن palm tree عندها strong trunk. ده بالنسبة للترانك بتاعها بيكون strong. لكن palm tree الليفز بتاعتها بتكون covered with waxy layer. يعني ايه waxy layer؟ مادة شمعية كده بتكون مغطية الليفز بتاعت palm tree، ده علشان تحميها من الهوت temperature. يبقى البالم تري عندها ميزتين، عندها بتتكيف بتعمل adaptation بطريقتين. عندها strong trunk عشان يخليها تقاوم to resist the strong winds. عندها كمان الليفز بتاعتها بتكون covered with covered with waxy layer عشان عشان to protect itself from hot temperature. ده بالنسبة للبالم تري. بالنسبة بقى للهيومن، لو احنا موجودين في hot temperature قلنا بنعمل ايه؟ بنبدأ نلبس light clothes، هدوم خفيفة. طيب لو احنا خارجين برا بنستخدم use umbrella. ليه بنستخدم الامبريلا؟ use umbrella ليه؟ يبقى الهيومن use umbrella و wear light clothes. ليه؟ give reason to protect himself from hot temperature عشان يحمي نفسه من الهوت temperature اللي هو موجود فيه. طيب ده بالنسبة للهيومن. بالنسبة للبالم تري خدنا الادابتيشن بتاعهم. بالنسبة بقى للستيرد أجما ليزرد اللي هي سحلية الصحراء، اسمها ستيرد أجما ليزرد. بتتكيف ازاي؟ احنا قلنا الهابيتات بتاعها اللي هي البيئة، المكان اللي هي بتعيش فيه اللي هو الديزرت، والديزرت ده هوت temperature. يبقى هي لازم تحمي نفسها من الحرارة، تحمي نفسها من الحر. هتعمل أول حاجة لازم تدور على على shaded area. search for shaded area. ده بالنسبة للستيرد أجما ليزرد. الادابتيشن بتاعها إن هي بتعمل search for shaded area. give reason to protect itself from from the hot temperature. يبقى الإكزامبلز بتاعتنا على الادابتيشن. أول حاجة الستيرد أجما ليزرد، قلنا إن هي علشان تخلي جسمها cool to keep its body cool بتعمل لازم تدور على shaded area. طب هي بتدور على shaded area ليه؟ علشان هي الهابيتات بتاعها، يعني المكان اللي هي بتعيش فيه في الديزرت، وقلنا الديزرت دي hot temperature، فلازم تحمي نفسها من الهوت temperature دي. بتعمل بقى؟ بتدور search for shaded area علشان give reason to keep its body cool. يبقى الستيرد أجما lizard بتعيش في الديزرت، live in desert، protect itself by finding shaded area during a hot sunny day. بتدور على مناطق الظل، بتدور على منطقة ظل علشان علشان تحمي نفسها من الهوت temperature وتخلي جسمها cool لأطول فترة ممكنة. تاني حاجة البالم تري، احنا عرفنا ان البالم تري عندها strong trunk to resist the strong winds. بالنسبة للليفز بتاعتها قلنا الليفز بتاعتها بتكون covered with covered with waxy layer to protect themselves from extreme hot climate عشان تحمي نفسها من الحر، من درجة الحرارة العالية. يبقى البالم تري عندها strong trunk وعندها الليفز بتاعتها covered with waxy layer عشان تحمي نفسها برضو من الهوت climate.
بالنسبة للهيومن قلنا إن الهيومن في الcold temperature بيبدأ يلبس heavy clothes. بالنسبة للhot temperature بيبدأ يلبس إيه light clothes أو drink water. علشان إيه؟ علشان يحمي نفسه من الhot temperature. أو لو هو خارج برا في الشمس بيبدأ يستخدم إيه؟ use umbrella. يبقى كل living organism ليه طريقة معينة بيعمل بيها adaptation عشان يتأقلم مع الظروف المناخية القاسية اللي هو بيعيش فيها. طب يعني إيه أصلا adaptations؟ أعرف يعني إيه adaptation؟ بيقولك الadaptation ده عبارة عن إيه؟ شوية characteristics، يعني شوية خصائص help living organism، بتساعد living organisms على إيه؟ إن هو to survive and reproduce. يعني إيه reproduce؟ يعني get new baby أو get new individual في الecosystem in which they live. يعني إيه ecosystem؟ يعني في النظام البيئي. النظام البيئي اللي هو عايش فيه، المكان اللي هو عايش فيه. يبقى تاني كده الادابتيشن عبارة عن شوية خصائص بتساعد الليفينج اورجانيزمز على إن هو يقدر يعيش ويتكاثر. يعني إيه يتكاثر؟ يعني reproduce، يعني get new baby أو get new individual في الإيكو سيستم اللي هو عايش فيه. أعرف يعني إيه إيكو سيستم بقى؟ يعني المكان اللي living organism بيinteract مع non living things. يعني إيه؟ زي مثلا الديزرت موجود فيها الكامل والليزرد. الكامل بيتغذى على البلانتس، والكامل drink water، وبرضو البلانتس drink water. يبقى هنا living organisms بتعمل ايه؟ interact with non-living things اللي احنا خدناها في الأول خالص، في أول lesson خالص. يبقى الإيكو سيستم ده هو المكان اللي فيه living organisms interact with non-living things. يبقى هو ده المكان اللي living organisms non-living organisms موجودين فيه مع بعض وبيعملوا ايه؟ بيinteract مع بعضهم. يبقى تاني كده adaptation عبارة عن شوية خصائص، شوية characteristic that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live. يعني ايه ecosystem؟ ecosystem ده عبارة عن ال area in which living organisms and non-living things interact with each other. يبقى adaptation and ecosystem. وممكن اجي دلوقتي اقول لك سؤال مهم جدا اللي هو write the scientific term. يعني ايه write the scientific term؟ يعني انا بقول لك كده حذر فذر انا مين. يعني ممكن اجيب لك كل الكلام اللي انا بقوله ده واقول لك ده عبارة عن ايه. يعني ممكن كده اجيب لك سؤال يقول لك عبارة عن characteristics that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live. أسألك بقى أقول لك write the scientific term، هتجاوب تقول لي إيه؟ هتقول لي ده عبارة عن الادابتيشن يعني التكيف. يبقى هو ده الإجابة write the scientific term، هو ده الإجابة. يعني حذر فذر أنا مين. يبقى ال characteristics that help living organisms to survive and reproduce، وعرفنا يعني إيه reproduce يعني get new baby أو get new individual في الإيكو سيستم اللي موجود فيها. وعرفنا ان الايكو سيستم ده هو عبارة عن الاريا اللي الليفينج اورجانيزمز والنون ليفينج ثينجز موجودين فيها مع بعض وبيعملوا ايه؟ الليفينج اورجانيزمز interact with non living things. ناخد كمان اكزامبل لطيف قوي اللي هو البنجوين. لازم نكون عارفين ان البنجوينز ده اسمه ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو طائر البطريقي. يبقى طائر يعني هو من انواع البيردز مش من الانيمال. تمام. طب ازاي هو مش بيطير؟ لا، هو البنجوينز مش بتقدر تطير cannot fly، لكن they can stand on ice all day. يبقى هم عندهم ميزة كده عن باقي الطيور ان هم ايه؟ يقدروا يقفوا على الايس فترة طويلة، يقدروا يمشوا فوق الجليد فترة ايه؟ فترة طويلة جدا من غير ما يتعبوا، من غير ما رجليهم توجعهم، من غير ما الاقدام بتاعتهم توجعهم. لكن احنا كهيومن لو مشينا على الجليد فترة طويلة لا، احنا ممكن رجلينا توجعنا، وان احنا اصلا ما نقدرش نعيش في المناطق الجليدية اللي هي فيها cold temperature فترة طويلة، لاننا لو عشنا هناك فترة طويلة من غير ما نكون لابسين heavy clothes لا احنا ممكن نموت. لكن البنجوين لا، هو بيحب السنو، بيحب الكولد تمبريتشر، بيعيش هناك. طب هو ازاي بيعيش هناك؟ بيعمل adaptation. يبقى اول حاجة عن البنجوينز لازم نكون عارفينها ان هم من ايه؟ من البيردز. تاني حاجة they cannot fly، لكن ايه؟ but they can stand on ice all day. الهابيتات بتاعتهم، يعني ايه هابيتات اصلا؟ يعني المكان اللي هم بيعيشوا فيه. يبقى لما اسالك عن الهابيتات بتاعت اي كائن يعني تقول لي المكان اللي بيعيش فيه. الكامل الهابيتات بتاعته اللي هي الديزرت. طيب الليزرد
اللي هي سحلية الصحراء برضو الهابيتات بتاعتها فين؟ في الديزرت. يبقى الهابيتات يعني المكان الكائن اللي الكائن ده اللي هو الليفينج اورجانيزم بيعيش فيه. يبقى الهابيتات بتاعت البنجوين هتقولي موجود فين؟ دي live in Antarctica that has a polar climate، يعني موجود فيها مناخ قطبي. يعني ايه مناخ قطبي؟ يعني التمبريتشر فيه بتكون so cold، عند so cold temperature. يبقى البنجوين بيعيش في الأنتاركتيكا اللي هي فيها that has a polar climate. والأنتاركتيكا دي بيقولك is one of the most coldest places on the earth، يبقى هي من أكتر الأماكن اللي درجة الحرارة فيها منخفضة جدا، يعني فيها إيه؟ cold temperature منخفضة جدا. تمام. يبقى البنجوينز بيعيش فين؟ في الأنتاركتيكا. الأنتاركتيكا دي مناخ فيها قطبي شديد البرودة. يعني إيه قطبي شديد البرودة؟ يعني المنطقة كلها عبارة عن سنو، المكان كله عبارة عن سنو ايس. تمام. يبقى أنتاركتيكا دي is one of the most coldest places on the earth. يبقى الهابيتات قلنا يعني ايه؟ يعني المكان او البيئة اللي الليفينج اورجانيزم بيعيش فيها. يبقى الهابيتات is the environment where living organisms live in. طب ازاي بقى how البنجوينز بيعمل adaptation؟ ازاي البنجوينز بيعمل adaptation؟ هل هيلبس heavy clothes زينا؟ اكيد لا. ربنا خلق له characteristic فيه اللي هي ايه؟ اول حاجة ان البادي بتاعه covered with dense feather. يعني ايه؟ يعني البادي بتاعه متغطي بريش كثيف and a thick layer of fat، يعني عنده طبقة سميكة من الدهون. يبقى دلوقتي البنجوينز عنده حاجتين، البادي بتاعه متغطي بدنس feathers، تاني حاجة عنده thick layer of fat. عشان ايه؟ to keep its body warm، علشان تخلي الجسم بتاعه دافي. يبقى هو ازاي هيحافظ على جسمه دافي في المنطقة اللي فيها cold temperature دي؟ ربنا خلق له حاجتين، أول حاجة البادي بتاعه covered with dense feather and a thick layer of fat، عنده dense feather اللي هو ريش كثيف، وتاني حاجة اللي هي thick layer of fat عنده دهون، طبقة سميكة من الدهون كده بتخلي جسمه ايه؟ بتخلي جسمه دافي to keep its body warm. طيب لو جينا نبص على الفيت بتاعت البنجوينز هنلاقي ان مش فيها dense feathers ولا حاجة. طب ازاي الفيتس بتتاتش الايس او stand on ice all day ومش بيحصل لها freezing؟ ازاي الاقدام بتاعت البنجوينز بتلامس او تاتش الايس فترة طويلة ومش بيحصل لها freezing وهي مش عندها feathers؟ ده كله بيحصل بسبب حاجة اسمها ايه؟ اسمها البلاد فيزلز. يعني ايه بلاد فيزلز؟ اللي هي الأوعية الدموية. طيب الأوعية الدموية دي موجودة في جسم البنجوينز، بتعمل ايه بقى البلاد فيزلز دي؟ هل الدم اللي موجود في جسم البنجوينز أو جسم الإنسان أو جسم الحيوان سايب كده في الجسم؟ أكيد لأ، ده منظم، ربنا خلق له سنتيوبس كده يمشي فيها علشان الدم يبقى منظم، يمشي في طريق معين، طريق محدد ليه. يبقى التيوبس اللي هي السنتيوبس دي اللي هي البلاد فيزلز دي عبارة عن سنتيوبس الدم بيمشي فيها علشان ايه؟ عشان ما يبقاش سايب في الجسم كله ويبقى ايه؟ يبقى متحافظ عليه. يبقى البلاد فيزلز دي موجودة في جسم البنجوينز. طيب دلوقتي عرفنا ان جسم البنجوينز متغطي بايه؟ covered with covered with ايه؟ feather and thick layer of fat، يعني جسم البنجوينز من فوق متدفي، يعني الأوعية الدموية اللي هي البلاد فيزلز اللي موجودة فيه هتكون ايه؟ هتكون warm. يبقى البلاد اللي ماشي في البلاد فيزلز اللي موجودة في الجسم من فوق هتكون برضو ايه؟ هتكون warm. ده ليه بقى؟ لأن البادي بتاع البنجوينز متغطي بايه؟ covered with feather، متغطي بفيزر وكمان thick layer of fat. يبقى البلاد فيزلز هتكون warm، يبقى برضو البلاد اللي موجود جواها هيكون برضو warm. لكن لو رحنا للفيتس هنلاقي الفيتس اللي بتعمل ايه؟ بتتاتش للآيس، بتكون ملامسة الجليد فترة طويلة، ملامسة التلج لفترة طويلة، يعني هتكون ايه؟ هتكون cold. يبقى برضو البلاد فيزلز اللي موجودة في الفيت بتاعة البنجوينز هتكون كولد، يبقى البلاد اللي موجود في البلاد فيزلز هتكون برضو هو كمان ايه؟ هيكون كولد. لو جينا نبص على البلاد فيزلز كده اللي هي في الفيت بتاعة البنجوينز هنلاقي ان البلاد فيزلز اللي موجودة في الفيت من تحت بتكون كولد، بتاخد الدم لفوق، يبقى الكولد بيطلع لفوق علشان يتدفى. يبقى خلينا عارفين كده، يبقى البلاد فيزلز اللي بتبقى موجودة في الفيت من تحت bring الكولد blood up، بتاخده لفوق من الفيت، بتاخده from the feet عشان يتدفى فوق.
تمام. يبقى لكن البلاد فيزلز اللي موجودة في الجسم من فوق بتعمل ايه؟ بيبقى جواها ايه؟ bring warm blood، بيبقى جواها الدم الدافي warm blood down. يبقى البلاد فيزلز اللي في الجسم من فوق bring warm blood down، ركز فيها علشان بتيجي في ايه؟ في الام سي كيو كتير. يبقى اول حاجه كده البلاد فيزلز اللي موجوده في الفيتس بتكون cold، يبقى الدم اللي جواها هيكون cold blood. يبقى البلاد فيزلز دي bring cold blood up، بتاخد الدم الكولد فوق، بتاخده لفوق. منين بتاخده؟ منين بقى؟ بتاخده من الفيت كولد. يبقى تاني كده بتاخده من الفيت بتطلعه لفوق. يبقى البلاد فيزلز اللي موجوده في الفيت بتاخد bring الكولد بلاد up. لكن اللي موجودة في الجسم بقى البلاد فيزلز اللي موجودة في الجسم bring warm blood down، بتاخد الدم الدافي لتحت. طب الدم الدافي والدم البارد اللي هو الكولد بلاد والورم بلاد هما الاتنين بقى بيتقابلوا في مكان معين. ايه هو المكان ده؟ المكان ده بيجي فيه البلاد فيزلز بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم wave around each other. يعني ايه wave around each other؟ يعني بيكونوا ملفوفين حوالين بعض. لما بيتلفوا حوالين بعض الحرارة بقى اللي هو الهيت بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها transfer to the penguin's feet. يعني الحرارة بتبدأ تنتقل transfer من ايه؟ من الورم بلاد للكولد بلاد. يبقى تاني كده عندنا نوعين من البلاد فيزلز، اللي هي البلاد فيزلز اللي موجودة في الفيت جواها cold blood، لكن البلاد فيزلز اللي موجودة في الجسم من فوق متدفية بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود الفيزر والسيك لاير اوف الفاتس. يبقى البلاد فيزلز اللي فوق جواها ورم بلاد بسبب وجود الفيزر والسيك لاير اوف ايه؟ اوف الفاتس. طيب البلاد فيزلز اللي موجودة فوق هتاخد الورم بلاد داون، لكن البلاد فيزلز اللي موجودة في الفيت من تحت هتعمل ايه؟ bring الكولد بلاد up. هما الاتنين هيحصل لهم wave around each other. يعني البلاد فيزلز الاتنين هيحصل لهم ايه؟ هيويف around each other، هيلفوا حوالين بعض في منطقة معينة كده. فالهيت transfer from الهوت او الورم بلاد to cold blood، فبالتالي الأقدام الفيت بتاعت البنجوينز هتتدفى، علشان كده مش بيحصل لها أي فريزنج. يبقى لما أسألك أقولك ليه الفيت بتاعت البنجوينز مش بيحصل لها فريزنج، هتقولي بسبب إيه؟ إن الهيت بترانسفر from الورم بلاد to cold blood. الورم بلاد ده اللي هو جاي من البادي بتاعه بيتقابل مع الكولد بلاد اللي هو طالع من الفيت، بيلفوا حوالين بعض لانهم هما الاثنين جوه ايه؟ جوه البلاد فيزلز. البلاد فيزلز بيحصل لهم wave around each other في منطقه معينه. بيحصل لهم ايه بقى؟ ان الهيت بترانسفر، بيحصل لها انتقال transfer from the warm blood to cold blood. يبقى ده سؤال مهم جدا في الليسون بتاعنا النهارده، ازاي الفيت بتاعت البنجوين مش بيحصل لها فريزنج بالرغم من ان هو stand on ice all day. هتقوله بسبب ايه؟ ان البلاد فيزلز weave on each other وبيحصل transfer للهيت from the hot blood to cold blood. أول exercise put true or false. The blood vessels coming downward to penguins feet carry warm blood. قلنا down يبقى down يبقى warm، يبقى كده true. تاني سؤال penguins can adapt to live an extreme cold environment by having feather and fat in their feet. عندهم feather وفات في الفيت بتاعتهم. يبقى false طبعا، هم عندهم feather وفات covered البادي بتاعهم بس، لكن الفيت مش عندهم feather وفات، عندهم البلاد vessels weave around each other. وبكده نكون وصلنا لنهاية part 1 من الفيرست ليسون بتاعنا. أتمنى يكون جزء لذيذ واستوعبتوا المعلومات اللي فيه، ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.